عادية. بعد فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن أبي الوليد رضوان الله تعالى عليه إلى تهامة للدعوة وليس للغزو، فمر بني جذيمة أيها الإخوة في ظروف ملتبسة معينة، أساء بعضهم التعبير، أعمل السيف في جماعة عظيمة منهم فقتلهم. لما بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم غضب الرسول وحزن جدا، ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 3 مرات. لكن يعلم أن خالد لم يتعمد هذا، عن تسرع، كما قال عمر بعد ذلك رضي الله عليه: سيف خالد فيه رهق، فارس متسرع ليس كعلي يتسرع يرتكب أخطاء، فيه رهق. لذلك النبي قرر أن يديهم، أن يدفع دياتهم. قال: تعال يا علي خذ هذه الأموال واغدو إلى بني جذيمة وانظر في الأمر واحكم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فعلا ما في حكم لله، ما في ثارات الجاهلية ولا أحقاد الجاهلية، وأبدا أبدا احكم بما يرضي الله.